السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نخش في الموضوع على طول عشان انا مش فاضية ورايا غسيل، ويعني ما مش هدخلكم في تفاصيل. وصلنا الفيديو اللي فات لحد ما قبيلة خزاعة وبني بكر طردوا جورهم من مكة وقعدوا هم فيها. الشريعة او الدين اللي كان متعارف عليه في هذا الوقت هي شريعة سيدنا اسماعيل، اللي هي شريعة باباه سيدنا وزي الفل، لحد ما عمرو ظهر. عمرو يا سادة اسمه عمرو ابن لحي، مش مهم. ده كان سيد من سادات خزاعة اللي هم طردوا جورهم، نركز مع بعض. فكانت اوامره بتتنفذ وكلامه مسموع، ايده طايله. يعني عمرو ده في احدى رحلاته التجاريه في الشام شاف حاجه عجبته قوي. شاف مجموعه ناس جايبين اصنام وبيعبدوها. قال او ماي جاد، شيء لطيف جدا. فاعجب بالفكره ان يكون في صنم الناس تروح تطلب منه حاجات. فقرر انه هو راجع من الشام ما يرجعش بايده فاضيه، يجيب لاهل مكه سوفونير، هديه. جاب لهم صنم اسمه هبل. هو ده هبل بس هو سماه هبل، وقام حطه في الكعبه، وقام مجمع الناس، شباب ده الهكم الجديد اعبدوه جون. فطبعا الناس كانوا على مله سيدنا ابراهيم ومؤمنين بوجود اله، فلما شافوا الصنم كان رد فعلهم انهم قالوا اتس اوكي يلا نعبده. انا ما اعرفش هو كده. طب ازاي يا جدع؟ انا اقول لك ازاي. لان عمرو ده زي ما قلنا ان هو كان سيد من سادات خزاعه، فكانت اوامره بتتنفذ. اعبده ده نعبده، اوامرك يا سعاده الباشا. وبعدين كون ان عمرو جايب الفكره دي من الشام، والشام دي معروف ان هي يعني المكان اللي نزل فيه اكتريه الرسل والانبياء، فيبقى اكيد ده حاجه صح. مش هنراجع وراك ولا هنراجع ورا الشيء. ولكن بما ان هم مؤمنين برضو بربنا، فهم اعتقدوا ان ده شريك لربنا في الملك، ربنا اداهولهم يعبدوه. يعني مش مهم. يعني من ضمن التلبيات اللي كانوا بيقولوها لبيك لا شريك لك، لو ربنا الا شريكا هو لك، اللي هو هبل تملكه وما ملك. يعني بص ما تركزوش، هم عموما معتقدين ان هم لسه على مله سيدنا ابراهيم، وان هبل ده حاجه ربنا بعتها لهم يعبدوها مكانه. بقى تخلف معلش. فجه الرد عليهم في الايه دي: ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ضرب لكم مثلا من انفسكم. ايه المثال بقى اللي ربنا هيضربه لهم؟ ساعتها كان في عبيد، ففي احرار وفي عبيد. حلو. الحر ده بيبقى عنده عبيد تحت ايديه بيعاملهم وحش. ليه؟ عشان هو اعلى منهم وشايف ان العبيد دول اقل منه. هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ يعني هل في واحد حر او سيد من ساداتكم يرضى ان العبد بتاعه يشاركوا في رزقه؟ وفيما رزقناكم، احنا اللي رزقناكم، يعني ربنا هو اللي رزقهم برضه، مش هم، مش من شطارتهم. يعني مش حاجه بتاعتهم خالصه، فترضى بقى ان حد يشاركك فيه؟ لا. فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم. يعني هل هتعتقدوا ان في حق لعبيدكم في المال دي لدرجه ان انتوا تخافوا منهم ان فلوسكم تخلص، او تخافوا تتصرفوا في الفلوس بطريقه تخلي العبد بتاعك يتضايق منك، على اساس ان العبد ليه حق في الفلوس دي زي او نفس حقكم في الفلوس؟ ومش في الفلوس بس، في اي حاجه. يعني هيبقى انت كمان زي ما بتطلب من العبد بتاعك انه يعمل لك حاجات العبد يطلب منك. فاستحاله الحر او السيد هيوافق انه يتساوى بالعبد، صح؟ رغم ان الحر او السيد والعبد الاتنين بشر. فازاي بقى هم قدروا يعتقدوا ان ربنا بقى اللي هو خالقهم كلهم وهو اللي رازقهم يخلي ليه شريك في الملك يعبدوه مكانه، اللي هو هبل او الاصنام عموما، وشريك من الحجاره هم اللي بينحتوها اصلا، رغم ان هم معتقدين اصلا ان ربنا هو سيد الصنم ده؟ طب ما تعبدوا ربنا على طول، ليه التخلف؟ فكان طبيعي الآية تنتهي كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ومن اللحظة دي كانت بداية تغيير دين سيدنا إبراهيم، وبداية عبادة الأصنام على إيد مين؟ عمرو، اللي هو منين؟ اللي هو سيد من سادات خزاعة. طب سيدنا محمد هيتولد إمتى؟ لسه. سيدنا محمد اسمه إيه؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي. نيجي عند قصي ده. قصي يقال ان هو كان اسمه زيد، ولكن هو عاش مع مامته بعيد عن قبيلته، راحوا الشام فبعد فسموه قصي يعني بعيد.
بغض النظر هو قصي. لما رجع مكة كان في الشباب، في فترة الشباب، فاتجوز واحدة من قبيلة خزاعة، من بنت واحد من سادات خزاعة، والراجل ده اللي هو حماه كان هو ساعتها اللي ماسك ولاية البيت الحرام. حلو، قصي يبقى جوز بنته، كان بيحبه جدا، وقصي كبر في المكانة وبقى معاه فلوس وبقى عنده ولاد كتير. فبعد ما حماه مات اخد هو ولاية البيت الحرام، ويقال ان هو قبل ما يموت كان موصي ان ولاية البيت الحرام قصي اللي ياخدها، عشان هو عنده ولاد كتير من بنته اللي هو بيحبها. قصي ده بقى كان من نسل سيدنا اسماعيل، فكده تبقى ولاية البيت الحرام رجعت تاني لنسل سيدنا اسماعيل. فاكرين القصه اللي حكيناها الفيديو اللي فات، ان اصلا سيدنا اسماعيل لما مات كان المفروض ولايه البيت الحرام تروح لاولاده، بس جورهم اخدوها. فدلوقتي قصي من نسل سيدنا اسماعيل اللي هم اصلا كان لهم الاولويه والاحقيه في ولايه البيت الحرام، جورهم كانوا اخدوها. جت خزاعه طردت جورهم واخدوا الولايه هم. لما جه قصي اتجوز بقى منهم، قام رجعت له الولايه، رجعت لنسل سيدنا اسماعيل، بس طبعا ما رجعتش بالسهل. جت خزاعه وبني بكر اللي هم كانوا طردوا جورهم كانوا في فريق، وقصي وقبيلة قريش في فريق، وقامت الحروب وسالت الدماء، لحد ما قالوا كده بقى ما ينفعش، احنا لازم نجيب حد يحكم بينا. فاحتكموا الواحد كان اسمه مش مهم اسمه، حاجة بن عوف. المهم يعني ان الراجل ده كانوا هما بياخدوا بحكمه، كان راجل عادل. الراجل ده منين؟ الحاكم ده من بني بكر اللي هم مع خزاعة اللي ضد قصي اصلا، بس هم رضيوا بحكم. حكم بايه؟ ان الولاية ترجع لقصي، لان هو من نسل سيدنا اسماعيل وهو احق بيها، وان اي دماء حصلت في الحرب دي من قصي عادي لان ده حقه، لكن اي دماء حصلت من خزاعة او بني بكر موتوا حد من قريش او من قبيلة قصي لازم يدفعوا الدية. وبكده تكون رجعت ولاية البيت الحرام لنسل سيدنا اسماعيل. ومن هنا بدأت قريش رحلتها وعزتها. طب سيدنا محمد هيتولد امتى؟ هانت خلاص، ما قريش طلعت اهي. نذكر الفيديو الجاي بإذن الله.